لباس تقليدي خاص بحفلات العرس بالمكنين. تفننت الحرفية زهور في تطريز بعض مكوناته يدويا وزركشته. بدأ الغرام نتاعي في الصناعات هذه مع أمي، نوجه لها ألف تحية. هي اللي بدأت تخدم، ديجا تخدم على العالي. كنت نرشم لها الديزاين، نعملها الديزاين وهي تغلف بالفضة. وبدأت من وقتها تجربتي، وبعد كبرت شوية تخرجت حليت وحدي. لبستنا ثرية برشا، فيها برشا قطايع. هذايا المندوبية عاونتنا برشا باش نعرفوا بالمنتوجات نتاعنا، مشكورة. وكانت ديما ما تستثنيناش في أي تظاهرة ثقافية باش نعرفوا بالتراث هذايا والموروث الثقافي في الصناعات التقليدية ولا التطريز اليدوي. ومن الحرف الأخرى ذات الصلة نجد صناعة الأحزمة الملونة، والتي يطلق عليها الرميات بمدينة المكنين. أي عريسة مكنية تلبس زي التقليدي متاعنا تلبسهم، وتلبسهم العروسة للجلوة متاعها في عرسها الكل تبدأ لابستهم. وباش نحافظوا على الصنعة متاعنا وما تموتش وما تندثرش، من الصيف للصيف عندي بنيات نكون فيهم. حاولت نبتكر معناتها من الترمين هذايا معناها، ومن قلادة المكنية عملت التشبيكة. حرف تقليدية تجد في الصيف رواجا موصولا، قد يعوض هؤلاء الحرفيات عن تراجع بيع منتوجهن التقليدي.